بقول لك ايه، انت فاشل. اه والله زي ما بقول لك كده، فاشل وحياتك ممله وشكلك تعبان وما عندكش اللي عند غيرك. ده بالظبط اللي عقلك بيقوله لك بالنيابه عنك كل يوم اكتر من مره، وانت مش حاسس. ومش بيقوله لك انت لوحدك، احنا كلنا محطوطين في نفس الخانه دي. يعني امتى اخر مره كنت ماسك الموبايل بتاعك وبعد ما سبته حسيت انك فقير، او ان حياتك ناقصه حاجات كتير بالمقارنه مع غيرك، مع ان يومك كان ماشي عادي خالص وزي الفل، ولا في مشاكل ولا في نكد؟ بس فجاه ومن غير اي مقدمات بتلاقي نفسك حسيت انك متاخر قوي عن الناس، وان المفروض حياتك تبقى اشيك واغلى وانجح من كده بكتير. زمان ايام ما كان التلفزيون بقناتين بس، كان اخرك بتقارن نفسك بخمسه او سته، والخمسه او سته دول بيكونوا في وسط قرايبك او اصحابك او ناس معاك في المنطقه. انما دلوقتي بتقارن نفسك ب5000 واحد على الصبح وانت لسه بتفرك عينك كده، وقبل ما تشرب القهوه حتى، بمجرد ما تمسك موبايلك المقارنه تشتغل. والمصيبه بقى انك مش بتقارن نفسك بناس عاديه، لا، انت بتقارن كواليس حياتك اللي فيها التعب وزن العيال والشرابات المقطوعه والمواعين اللي بتكوم باحلى لقطه في حياه كل واحد في ال5000 دول. اهلا بيك يا سيدي في عصر هوس المقارنه، العصر اللي حياتك فيه بقت بتتقاس بعدد اللايكات مش باللحظات الحقيقيه اللي عشتها وضحكت فيها من قلبك. بص يا سيدي، انا جاي اقول لك على الخدعه اللي بيعملها كل البلوجرز والمشاهير عشان يحسسوك دايما ان انت قليل وهم فوق، وهعلمك ازاي تقفل موبايلك وانت راضي ومبسوط بجد، مش حاسس بقهر. وكل ده من حبيبنا علم النفس. ركز معايا بقى في اللي جاي. الموضوع ما بدأش من السوشيال ميديا ولا من الفلاتر. علم النفس من زمان بيقول ان الانسان بيحدد قيمته من خلال المقارنه، في نظريه اسمها المقارنه الاجتماعيه لعالم نفس اسمه ليون فيستنجر. النظريه دي بتقول ان الانسان لما بيحس ان هو تايه ومفيش عنده مقياس داخلي واضح يقول له هو شاطر ولا فاشل، بيروح يدور على نفسه في الناس التانية. يعني بدل ما تسأل انا راضي عن حياتي ولا لا، بتسأل انا بالنسبة لغيري عامل ازاي. وعلم النفس كمان بيقول ان احنا بنقارن بطريقتين، لا اما بنبص للي اعلى مننا فنحس ان احنا قليلين، لا اما بنبص للي اقل فنحس ان احنا مطمنين. يعني المقارنة مش دايما ضدك، بس دايما هي اللي بتحدد احساسك بقيمتك. يعني من الاخر كده، انت رابط ترمومتر سعادتك بغيرك مش بنفسك. وعايز اوضح لك حاجه مهمه في النقطه دي، المقارنه هنا مش بس بتاثر على احساسك، دي ساعات بتاثر على قرارات حياتك نفسها. ناس بتسيب شغل مستقر عشان حاسه ان هي متاخره في حياتها، ناس بتدخل نفسها في ديون علشان تعيش في مستوى مش مستواها، ناس بتوافق على علاقات مش مناسبه بس علشان تحس ان هي مش لوحدها. يعني المقارنه مش بس بتوجعك، دي ممكن تغير مسار حياتك كله وانت حاسس انك كده بتطور من نفسك. طيب يا تيتو، يعني انت عايز تقول لنا ان المقارنه دي كده شريره؟ لا خالص. المقارنه اصلها مش الشر. المقارنه زمان كانت آلية فهم وأداة بقاء. كنت بتبص على الناس اللي حواليك في القبيلة عشان تعرف مين كانوا الأسد، مين لقى شجرة تفاح، فتعمل زيهم وتعيش. يعني بتشوف اللي حواليك عملوا إيه عشان أنت تعرف الصح من الخطر. وكانت كمان بتساعدك إنك تندمج مع قبيلتك، بس آخرك كان هم 10 تنفار، مش بتنافس الكوكب كله. الخازوق فين بقى؟ ركز معايا. الخازوق إن الآلية دي كانت معمولة لعالم صغير، وانت حضرتك جيت دلوقتي بتستخدم الآلية دي في عالم حجمه مليارات البشر. يعني انت مخك متصمم يقارن نفسه مثلا ب10 اشخاص اخره، انت بتجيبه تقارنه ب10 مليون. المشكله بقى مش في المقارنه كفعل، المشكله انك بقيت بتقارن ظروفك الغلبانه باحسن نسخه من البشريه في نفس الثانيه، وده لوحده كفيل يخلي اي مخ يضرب. وعلشان تبقى فاهم، اللي بيحصل لك ده مش ضعف شخصيه ولا قله ايمان ولا انك شخص حساس بزياده، ده مخ بشري طبيعي اتحط فجاه في بيئه اكبر من قدرته على الاستيعاب، فابتدى يعمل مقارنات مفرطه، لان هو اصلا مش مخلوق علشان يشوف حياه الاف الناس يوميا. يعني معنى الكلام ده ان السوشيال ميديا مش هي اللي خلقت المقارنه، بس هي حولتها من عاده لادمان رسمي. ازاي بقى؟ ركز في النقطتين دول عشان هيفهموك انت بتعمل فيك ايه. اول نقطه، انت مش بتشوف حياه الناس، انت بتشوف اعلان عن حياتهم. يعني محدش فينا بينزل ستوري لنفسه وهو مفرهد مثلا، وصورته وهو مخنوق، ولا لحظه الشك والقلق اللي بتجيلنا كلنا الساعه 3 الفجر واحنا بنقول احنا رايحين على فين. انت بتشوف الرحله، بتشوف الجسم المنحوت، الضحكه، النجاح، العلاقه الرومانسيه المثاليه. يعني باختصار انت بتستهلك بروباجندا شخصيه، كانه بالظبط اعلان بيبيع لك منتج اسمه حياه السكر. والمشكله كمان انك مش بس بتتفرج، لا، انت بتبقى قاعد تعمل سكرول ومستني الحاجه اللي جايه، بوست تاني يبهرك، صوره تخليك تتحفز، وما بتبقاش عارف الحاجه اللي هتبهرك وانت بتعمل سكرول جايالك امتى. ما بتبقاش عارف الحاجه دي جايالك امتى. وده بقى اسمه في علم النفس نظام المكافاه المتقطعه، وده يعتبر من اخطر انواع الادمان اللي موجوده، وكنت عملت عليه حلقه لوحده تقدر تشوفها. بس سريعا كده،
نظام المكافأة المتقطعة ده بالظبط اللي بيحصل في مكان القمار والسلوت ماشين. انت عمال تعمل سكرول زي اللي بالظبط قاعد على المكان عمال يدوس عشان يكسب، فانت بالظبط اصبحت مدمن للعاده دي من غير ما تحس. الاخطر من كده بقى، او الاخطر من المقارنه اللي انت واخد بالك منها، هي المقارنه اللي بتحصل من غير ما انت تحس. تلاقي نفسك قاعد متضايق، حاسس ان حياتك مش مظبوطه ومش فاهم ايه السبب. لكن الحقيقه انت بقالك بتاع نص ساعه او اكتر عمال تتفرج على حياه مش حياتك، ومخك بيقارن وانت مش واخد بالك. ويا ريته بيقف عند هنا بس، ده انت كمان مخك بيسوحك. ازاي؟ للاسف احنا عقلنا ما بيعرفش يفرق بين اللي بيشوفه كتير وبين الوضع الطبيعي. في علم النفس في حاجه اسمها تاثير التعرض المتكرر. اي حاجه بتتكرر قدامك كتير، اي حاجه بتتكرر قدامك كتير، مخك بيبدا يبصم بالعشره ان هو ده الوضع الطبيعي. فلما حضرتك بتفتح الموبايل بتاعك 50 مره في اليوم وتشوف اجسام متفصله بالمسطره، ناس كل يوم بتاكل في مطعم شكل، شباب في سنك راكبين الفيراري خلاص، نجاحات سريعه كل يوم، مخك هنا بيمسح قاموس الحياه القديم وبيبدا يكتب تعريف جديد للحياه الطبيعيه وللواقع. ده غير انك كل مره بتشوف حاجه مبهره مخك بيجي يديك حقن الدوبامين صغيره. ما بتكونش سعاده حقيقيه، لا، دي زي زغزغه كده، زغزغه سريعه بتقولك ايه؟ ان انت دلوقتي شفت حاجه مهمه او حاجه حلوه، بس هي الزغزغه دي سريعه بتخلص بسرعه، فترجع زي ما لسه قايل لك تبتدي تدور على اللي بعده. فهنا بقى بيجي الخازوق الاكبر، لما ترجع لحياتك الحقيقيه وتلاقي فيها تعب وملل وروتين، او انك متاخر شويه في جواز او في شغل، مخك بيبتدي يضرب لك جرس انذار ويقول لك انت بايظ، فيك حاجه غلط، رغم ان اللي انت فيه ده هو الوضع الطبيعي. ومع الوقت من غير ما تاخد بالك حياتك الحقيقيه بتبدا تبان باهته، مش لانها وحشه، لكن لان مخك اتبرمج على مستوى اثاره مبالغ فيه، مش موجود غير في الشاشات. بص يا صديقي، الحكايه مش غيره ولا ان عينك وحشه ولا انك بتحسد الناس ولا حتى انك طموح بزياده. الموضوع اخطر من كده بكتير. الموضوع اسمه تآكل تقدير الذات. زمان كنت بتحس بقيمتك من خلال ايه؟ من جدعنتك، من شخصيتك، من رحله تعبك، من المبادئ اللي انت كبرت عليها. انما دلوقتي بقى يا معلم، قيمتك بقت محبوسه في شاشه 6 بوصه. قيمتك بقت مربوطه بشكلك في الصوره عامل ازاي. انجازاتك لازم تتلمع، يعني قيمتك بقت مشروطه ان حياتك تبقى قابله للنشر. تقدير الذات الصحي بيجي من احساس داخلي انك ذو قيمه حتى وانت مش بتثبت حاجه لحد. انما تقدير الذات المشروط بيقول لك ان قيمتك بتساوي قد ايه حياتك بتبهر الناس. ولو يومك جميل بس ما ينفعش يتصور، انت بتحس ان هو يوم عادي. لكن لما بتنزل الصوره وبتاخد لايكات كتير، بتحس بفرحه 5 دقايق، بعدين يجيلك فراغ تاني، لانك هنا استمديت قيمتك من صوابع الناس اللي بتعمل لايك، مش من احساسك الحقيقي بنفسك. احنا بقينا عايشين علشان نرى مش علشان نحيا. بقيت بتدور على الكادر اللي هتقف فيه عشان تاخد الصوره ونسيت تعيش اللحظه. في فيلسوف صايع قوي اسمه جوفمان، الراجل ده قال كلمه من سنين وسنين وكانه كان شايفنا دلوقتي. قال ان الانسان في حياته عامل كانه واقف على خشبه المسرح، بيحاول يظهر احسن ما عنده قدام الجمهور. السوشيال ميديا بقى عملت فينا ايه؟ خلتنا عايشين 24 ساعه على المسرح ده، مفيش كواليس. عارف ايه المرعب في الموضوع؟ انك لما بتعيش طول عمرك بتمثل، بتنسى انت مين اصلا من غير جمهور. وهنا بتبدا المقارنه بتتحول من انا عايز اكون، بتبقى انا مش كفايه الا لو بقيت زيهم. يعني بدل ما يبقى عندك بوصله جوه قلبك بتقولك انت فين ورايح على فين، بقى عندك شاشه بره هي اللي بتقولك تزعل امتى وتتبسط امتى. بص يا سيدي، المقارنه دي زيها زي السيجاره بالظبط، بتديك جرعه سريعه بتساعدك وتفوقك، بس في الحقيقه هي بتهري صدرك. فالمقارنه دي لا اما بتديك حقنه حافز وهميه، لا اما تديك جلد ذات ينكد عليك عيشتك. والاتنين بيخلوك كمان شويه ترجع تشد نفس تاني من السوشيال ميديا. تشوف واحد نجح فتقول انا لازم اقوم اكسر الدنيا دلوقتي، ده حافز كداب بيخلص بعد دقيقتين. تشوفي واحده اجمل واشيك فيجيلك احباط وتقولي يا خيبتك يا صابر. فجاه يومك اللي كان ماشي زي الفل بيبوظ، حتى لو انت كنت انجزت في اليوم ده حاجه مهمه ومحترمه، بس مجرد ما شفت حد اشترى عربيه موديل السنه او حد نزل صورته في سفريه الويك اند، انجازك اللي انت عملته ده كله بيصغر في عينك وبيبقى ملوش اي لازمه، لان مخك بقى مدمن تقلبات، كل شويه محتاج جرعه مقارنه جديده علشان يحس انه عايش. انت بتمسك الموبايل وانت عارف انك هتخرج منه متنكد، بس برضه بتفتحه ليه؟ علشان تدور على دفعه الدوبامين اللي انا بقولك عليها دي، حتى لو تبانها انك تخرج عندك احباط. الحقيقه بقى اللي محدش بيقولها ان السوشيال ميديا ما بوظتش حياتك، هي بوظت المعيار او المسطره اللي انت بتقيس بيها حياتك. يعني المشكله مش ان عيشتك قليله ولا ظروفك وحشه، المشكله انك بتقيسها بمسطره متفصله على مقاس عرض مسرحي، مش مقاس انسان حقيقي. انت بتقارن يومك العادي اللي فيه زهق وطبيخ بلحظه استثنائيه عند حد تاني،
فطبيعي جدا انك تخسر المقارنه دي يا بطل، لانها مقارنه غير عادله من الاساس. يعني المشكله ان حياتك مش ناقصه، المشكله ان الترمومتر اللي في ايدك باظ وبقى بيقيس حراره الناس اللي ورا الشاشات وناس يقيس دقات قلبك انت. طيب الخلاصه بقى نعمل ايه علشان ما نلبسش في الحيط؟ بص يا سيدي، مش هطلع اعمل لك فيها مثالي واقول لك امسح السوشيال ميديا وارجع للطبيعه، لاننا خلاص في 2026 والموبايل والسوشيال ميديا دول بقوا جزء من جسمنا. واصلا زي ما فهمتك طول الحلقه ان المشكله مش في الابلكيشن، المشكله في وعي عقلك وانت بتستخدمه. فبدل ما تمسح التطبيقات دي، فتح عقلك معايا كده وامسح الغشاوه اللي على العينين، وتعالى اقول لك على 3 خطوات هيرجعوا لك توازنك. اول خطوه، لاحظ المقارنه. يعني اقفش نفسك متلبس. اول ما تحس ان نفسيتك تعبت واتضايقت كده وانت بتقلب، اسال نفسك فورا انا كنت حاسس بايه قبل ما اشوف البوست ده او الفيديو ده. غالبا هتكتشف ان الشعور السلبي ده ما كانش موجود وانت كنت زي الفل، بس النكد جالك ديليفري اول ما شفت حياه غيرك. مجرد ما تقفش اللحظه دي، تاثيرها عليك هيقل النص. تاني حاجه، افصل بين الالهام وجلد الذات. اسال نفسك هل اللي شفته ده خلاني اتحمس واقوم اشتغل على نفسي؟ ده الهام حلو كمل، ولا خلاني احس انه قليل وماليش لازمه؟ ده كده جلد ذات. اقفل فورا. يعني لو البوست او الصوره او الريل اللي بتشوفه بيصغرك في عين نفسك، ارمي الموبايل ده وقوم اعمل شيء احسن. تالت حاجه، ارجع ابني معيارك الداخلي، ابني ترمومتر خاص بيك. يعني اسال نفسك اسئله ملهاش علاقه بحد تاني. انا اتطورت في ايه عن السنه اللي فاتت؟ انا فخور بايه النهارده حتى لو محدش شايفه؟ ايه اللحظات اللي انا حسيت فيها اني حي فعلا ومش متصور؟ اي حاجه تافهه، عارف، حتى لو انت خلصت مشوار كنت مأجله او نظفت حته كده في اوضتك وحسيت بفرحه بسيطه كده بينك وبين نفسك، ده اهم 100 مره من 1000 لايك على بوست انت هتنزله من ناس ما تعرفوش. دي هي المقاييس الحقيقيه اللي هي بتبني بني ادم، مش عدد الناس اللي بيسقفوا لك على صوره. بص لي كده وركز في الكلام ده. انت مش تعيس، وانت مش فاشل، وانت مش متاخر. انت بس عايش في زمن مجنون بيجبرك تتفرج على نسخه معدله ومتزوقه من حياه الناس 24 ساعه في اليوم. فطبيعي لما ترجع تبص على حياتك الخام من غير مونتاج تحس ان هي قليله، بس الحقيقه حياتك الحقيقيه بكل عيوبها، بكل كراكبها، وحتى بايامها الممله والعاديه اصدق واعمق بكتير من حياه متفلتره على شاشه. اقفل الموبايل شويه، مش علشان تهرب من العالم، لكن علشان ترجع تشوف حياتك صح، حياتك من جوه مش من بره. جربها شويه، هتكتشف ان اللحظات العاديه اللي محدش شايفها ممكن تكون اغنى من اي حياه متفلتره على الشاشه. سلام يا بطل، واشوفك الفيديو الجاي وانت راضي عن نفسك. انا تيتو، ودي كانت رحله وعي.